غرق وسط البلوكات الأسمنتية في البحر وفضل يتخبط لحد ما فقد حياته. من أصعب حالات الغرق إن ممكن تسمع قصتها النهاردة، خصوصاً إنها في البحر. يا ترى إزاي وصل للمكان ده بين البلوكات؟ ويا ترى جابوه ولا ما عرفوش؟ هلا بالخميس. ومين أصلاً الأبطال اللي نزلوا وضحوا بنفسهم عشان يدوروا على الجثمان في حتة زي دي؟ واسمع القصة. شاب 21 سنة سكندري. عندنا عادة في اسكندرية كده نقف على البلوكات وننط، الموجة تعلى ننط، ومع الجزر أو سحب المية نستنى. غير تحديات بير مسعود زمان، حد عارفه؟ أهل اسكندرية عارفين أنا بتكلم في إيه. الشاب كان بينط ما تفهمش، نط غلط بزاوية أو المية كانت واطية، والكلام ده كان في منطقة الفنار في المنتزه. المهم إنه نط وفي ثواني اختفى عن الأنظار. الحق، إنقاذ، دور هنا وهنا عشان حد يساعده، والناس قفلت الشوارع وجال بلاغ لدكتور رأفت بطل قصتنا النهارده. دكتور رأفت هو دكتور في كلية تربية رياضية جامعة اسكندرية، قسم رياضات مائية، مدربين غوص ومدرب سباحة وإنقاذ دولي، وهو أساساً من مركز الدلنجات محافظة البحيرة. والجدير بالذكر إن دكتور رأفت كان معلمي وأستاذي في الكلية، كلية تربية رياضية أبو قير، مصنع الرجال. بيحكي ويقول إن هو كان خارج من الكلية والسكة طبعاً واقفة في المنتزه، وجاله الخبر يا دكتور الحق الدنيا مقلوبة. دكتور رأفت على طول جرى وخد المعدات من المستشار محمد المحجوب. ما كانش معاه اي حاجه والبدله كانت واسعه. طب ايه المشكله البدله تكون واسعه؟ المشكله ان المايه كانت تلج واسكندريه في الشتاء والموجه عاليه بتخبط في الصخور، لك ان تتخيل. وكلكم عارفين الانقاذ موجودين ودكتور رأفت بيستعد للنزول ومعاه كابتن ايهاب الملحي البطل الثاني لقصتنا. تخيل بقى نازلين بين البلوكات والبرد شديد والموجه عاليه ممكن تخبطهم في اي حاجه ويموت حد فيهم اصلا. دور صعب، الموضوع صعب. بالله عليكم يا شباب نحافظ على نفسنا. اشباح البحر لما بنغلط ما بيسميش. كابتن ابو اياد العرباوي كان معاهم من فوق ماشي على الصخور، قال لهم انا شامم ريحه هنا. طبعا الولد لسه غرقان، مش هيكون ليه اي ريحه، ولكنها كانت علامه لانه كان مكان تجمع مخلفات وسمك ميت، فقالوا احتمال الجثمان يكون شبك في حته هنا. كابتن ايهاب الملحي في مكان ودكتور رأفت في مكان بيدوروا، وموجه تشيلهم وتحطهم، وخبط في الصخور والبلوكات. ومره واحده دكتور رأفت بيرفع راسه لقى الشاب الغريب، رجله فوق راسه على طول كده، بيرفع راسه لقى رجله فجعه برضه، راسه مدليه ومحشور فعلا بين البلوكات من عند الكتفين وجزء من رجليه، بس واخد وضعيه الوقوف. يا فرج الله، بس سلك مش عارفين يطلعوه، الجسم محشور، ولو اتمسك جامد الجثمان هيتبهدل. موقف صعب، وعمالين نخبط انا وكابتن ايهاب الملحي في بعض، موقف مميت ليهم اصلا. طلعنا وشلنا المعدات ونزلنا على نفسنا وزودنا الاوزان من قوه التيار تحت. ودكتور رأفت ربنا اوحاله باذكى حاجه ممكن تسمعها، طلب زيت واسفنجه بحيث يحطهم على الجزء المحشور بين البلوكات. دكتور رأفت بيقول لو رشيت الزيت هيطفو، لا يختلط الزيت بالماء، فكان يملى الاسفنجه زيت وينزل بيها تحت يحطها على الاجزاء المحشوره. وسلكناه، وكانت لحظه مؤلمه ومرعبه ومحزنه. شاب 21 سنه وكان مرتبط جدا بجدته، ولما اتعرفت عليه انهارت من العياط. الهدف من القصه اللي لازم نخلي بالنا من الاماكن الخطره دي عند البلوكات. السباحه هناك مميته وبتعرض نفسك وغواصين الخير والانقاذ لخطر، بس هم موجودين وحاضرين ان شاء الله اي وقت. ودكتور رأفت من الناس اللي موجوده اي وقت. خلينا اديله حقه اكتر واقول لك ان دكتور رأفت كانت بدايته وهو بيلعب كوره في بلدته، وسمع ان جرار زراعي اتقلب على حد في الميه. تفتكروا ايه اللي حصل معاه في موقف زي دوت؟ عايز اقول لك ان من هنا كانت بدايه طريقه للخير. اتاكد ان انت عامل فولو واستنى القصه دي.